شجاعة الكويت عصر اليوم الفنان الكبير الراحل عبد الحسين عبد الرضا، حيث وري جثمانه الثرى في مقبرة صليبخات. وغصت المقبرة بجموع المشيعين الذين جاءوا لوداع أيقونة الفن الراقي والذي أفنى حياته في خدمة الكويت من خلال رسالة الفن الهادف، وبالإضافة إلى عديد من أصدقاء وزملاء الفنان وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين والمقيمين الذين شاركوا في تشييع الفقيد. حضر الجنازة عدد من أصدقائه ومحبيه من دول خليجية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وري جثمان الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا الثرى بحضور جموع غفيرة من محبيه في الكويت، وكان الجثمان قد وصل على متن طائرة أميرية وجه بها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث توفي الفنان في العاصمة البريطانية لندن. ومنذ إعلان وفاته انشغل خليجيا الناس بهذا الخبر، وواكبوا مواراة جثمانه إلى مثواه الأخير بهاشتاج الكويت تبكي عبد الحسين عبد الرضا، الذي وصل إلى قائمة الأعلى تداولا في دول خليجية من ضمنها الكويت. ومن مقبرة الصليبخات التي دفن فيها الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا نتوقف مع الفنان داود حسين الذي نعاه بهذه الكلمات. هو كان صانع للفرح، وكان عبد الحسين عبد الرضا كان الكويت الكويت يمشي على ريوله. إذا قلت له يعني كل ما تقول له خلاص هو عنده الكويت وبس، ما كان ينظر إلى أي طائفة، ما كان ينظر إلى أي فئة، ما كان ينظر إلى أي شيء، كان ينظر فقط للكويت. وإذا كلامي في أي نوع من راجعوا كل مقابلاته تجدون كل مقابلاته يتكلم فيها عن البلد، يتكلم فيها عن الكويت، فكان هو كويتي المذهب.